ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله معانا كده فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنا كده ابتديت بالحمام. عايزه اقول لكم كان مبهدل كده شويه، فقلت لا مش هينفع اسكت على اكتر من كده. فقلت ايه، اخش ابدا كده بالحمام الاول، اخلصه واعطره واخليه زي الفل. بعد كده بقى اخرج اشوف هعمل اكل ايه. عايزه اقول لكم النهارده هعمل اكل حلو جدا جدا، حمام وملوخيه. بجد الطريقه حلوه جدا، لو شفتوها هتعجبكم. تعالوا بس نشوف الاول المعركه اللي ورانا في الحمام دي الاول، وبعد كده نشوف ورانا ايه. جبت هنا شويه ميه. حطيت شويه ميه وحطيت عليها شويه من الكلور صغيرين قوي. وهبدا بقى ايه، مسكت الفرشه كده عشان مش قادره اطلع اصبن والكلام ده. فقلت كده بالفرشة على طول، هو نضيف ما فيهوش حاجة. فقلت ايه بالفرشة كده على طول واخلص ايه. الحمام كده من فوق لتحت عايزة كده يلمع كله زي ما انتم شايفين كده، هو لونه ابيض. فدايما ايدي فيه. وبصراحة الابيض السيراميك البياض او السيراميك وكده اللي هو بيبقى لونها ابيض دي تبقى حلوة وبتدي وسع جدا. عايزة اقول لكم انا الحمام عندي صغير قوي، لكن علشان ابيض فاهمين بتخشوا كده تحسوا بوسع، يعني غير مثلا لو عاملة الوان غامقة فبيدي يعني يكون ضيق وكده. مسكت بقى هنا البانيو. عايزة اقول لكم ايه السلكة دي مثلا لو الحمام قاعد عندي مثلا ايه اسبوع ما تصبنش، ده كده بيبقى لازم سلكة علشان بصوا عايزاه يلمع. لكن انا مخصصة كده ليفة للحوض والبانيو كل يوم بعد يوم، وانا واقفة كده شوية الصابون واخلي الحوض والبانيو بيلمعوا. انا لازم اخش كده الاقي الحمام ليه ريحة ديتول مع او فينيك صابون وكلور، لازم يكون الحمام يكون الريحة دي. فحاطة انا بقى ايه مخصصة كده ليفة ليه وازازة كده فيها صابون حطها جوه في الحمام. ليه بقى؟ اما كل وانا داخله وانا خارجه اقوم مصبنه الحوض، وانا داخله وانا خارجه اروح مصبنه الحوض. خلصت كده البانيو وخلصت الحيطان وخلصت الحوض، وبرضه عملت كل كده الحمام خلصته، وحطيت الوردتين الحلوين بتوعي بيدوني كده راحة نفسية وانا داخلة. خلاص كده بس خلصت الحمام زي الفل، خليته زي الفل. انا لو الحمام كل يوم مش بالمنظر ده مش هخشه. فخلاص كده بس خلصته كده والدنيا هديت وصبنته وخليته ريحته زي الفل ورشيت فيه ديتول وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. خلاص هخرج بقى اشوف بقى ايه ورايا ايه، عشان عايزه اقول لكم ان انا ورايا حاجات كتير قوي النهارده. رحت بقى كده بصوا الارانب الجميله دي والحمام. عايزه اقول لكم كنت بحب الارانب قوي قوي. من ساعه ما حد يعني صاحبتي حكت لي آه، مش عارفة هما بيدبحوا بيصوتوا الكلام ده، فمن ساعتها بصراحة خايفة منها. بس عايزة اقول لكم لما ولدت ماما اكلتني بالعافية ارانب، قالت لي لازم تاكل ارانب. جابت لي الارانب واكلتني الارانب. رحت هنا بقى اشتريت حمام واشتريت فراخ صح او اشتريت. هتشوفوا دلوقتي الحاجة. جبت الاول كده عيش علشان ناكل بالملوخية يكون طازة. بصوا بقى بريتو ده تحفة جدا لنزول الدهون، بجد حلو جدا وسعره حلو ب25 جنيه. جميل جدا قوي قوي. انا جربته لو يعني في الفيديوهات اللي قبل كده انا كنت مجرباه وكنت جايبة منه الاخضر، بس هو بريتو يعني حلو جدا جدا في ازالة الدهون اللي هي للبوتاجاز الشفاط الكلام ده. جبت هنا ملوخية كيلو ب7 جنيه، جبت نص كيلو تمام. وجبت مشروم. عايزه اقول لكم لقيت مشروم عجبني قوي، انا بعشقه. انا عايزه اقول لكم ان انا داخله خارجه اللي باكله، يعني باكله ني كده. وبعمله بالمكرونه الاسباجيتي بالصوص، ومثلا بحط عليه البانيه وكده بتبقى حلو جدا. وبعمله باللسان عصفور، بحمر لسان عصفور وبحط شوربة واقطع ده قطع كده فيه بيبقى تحفة. انا اصلا بعشق المشروم. الطبق المشروم ده كان ب26 جنيه. جبت كده 4 اطباق. عايزة اقول لكم لقيته كده بصراحة بحطه في التلاجة بيقعد معايا على فكرة بالاسبوعين والتلاتة، فانا بفضل داخلة خارجة عليه بحبه أوي. جبت هنا بقى فرخة بلدي حلوة كده. الفراخ البلدي الكيلو ب120، مش عارفة بقى غالية ولا ايه، هي ب120 الكيلو. جبت كده بقى 4 حمامات حلوين يرموا بقى عضمين. عايزة اقول لكم ان انا بعشق الحمام. جبت كده 4 حمام. بصوا هنا انا هنا بقى الرز بقى بتاعتهم بقيت اصوت. هتشوفوا دلوقتي هستعين بجوزي يجي يشيل لي الرز ده عشان ايه انا بخاف منه.
بصوا لا، قلت لا لا مش هقدر اقاوم ده تعليق، قلت له معلش تعالى بقى ظفر ايدك واعملهم لي. ايه ده؟ مش المره دي، لا في الفيديو التاني، مش هنا. هقول له هنا تعالى بقى شيلهم عشان انا خايفه اشيلهم من الحوض. بس بقى هفضل اقطع كده انا بعداهم. بس عايزه اقول لكم ان انا راسهم بتضايقني قوي. انا بعشق الحمام اي نعم، بس الراس بتاعته بخاف منها. تمام، عايزه اقول لكم النهارده هعمل لكم حمام مية مية بجد، هيعجبكم، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. يلا بقى، لو وصلت لغايه هنا اعملي لايك وكومنت فرحيني. بصوا انا لميتهم في الشنطه، وقعوا مني، قلت والله ما هشيلهم، تعالى الحقني. اهو جاي. جاي يشيلهم. راح يشيل الروس ويرميها في الزبالة. خلاص كده اتخلصنا من الجثة. لما كده الروس، وجبت بقى الفرخة. الفراخ البلدي حلوة قوي، طعمها جميل. دي فرخة كنت جايبة من يومين، اللي هو الجيك. الجيك حلو. الجيك طعمه أحلى على ما أعتقد يعني. الكيلو ب115، حلو. تمام، جبت بقى فراخ، وجبت أنا بقول ايه، عايزة اقول لكم، عارفين الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8 الصبح، وانا عايزة اخش انام والله. قلت امنتج الفيديو بعد كده اخش انام. فهتلاقوا لو خرفت كتير سامحوني، سامحوني يا اخواتي، سامحوني. بس كده. يلا بقى اعملي لايك للفرخة الحلوة القمر دي والحمامة. اكتبوا لي كده كومنت حلو من قلبكم كده يكون، ودعوة حلوة كده منكم ليا. مسكت بقى، بصوا الفرخة، شلت منها الروس، وبصوا ظبطت الدنيا. مسكت الحمام خليته زي الفل. عايزه اقول لكم ان الحمام ما فيهوش زفار ولا الكلام ده، بس برضو لازم اغسله غسله تكون حلوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على النبي يا جماعه. هو انا رحت فين؟ هو انا رحت فين؟ نسيت الكاميرا ولا ايه؟ لا رجعت اهو. شكلي كنت بجيب حاجه. نضفت بقى الحمامه كويس. نضفي عند الزور عشان بيبقى فيه اللي هو ال اسمه ايه، الزور، مش عارف، الزور متهيألي. لازم اشيله كده كويس، واشيل من البطن كده بتكون فيه فشة بس لازقة كده في البطن، فلازم اشيلها طبعا عشان ما تبقاش، مش بحبها يعني. حطيت بين ايه، حطيت كده ليمون، واحط بعد الليمون، احط ليمون ودقيق وملح. ليمون ودقيق وملح وطماطمايه. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله، استغفر الله. حطيت كده حبة ملح، عارفين انتوا، حبة ملح حلوين كده عشان يشيلوا اي زفورة. حطيت برضو كده شوية من الدقيق. وعايزة اقول لكم ان انا عصرة ليمون في ازازة علشان يبقى سهل عليا. كنت لاقية ليمون كده كان هيعطب عندي، فروحت عصرة كله في ليمونة. كنت جايبة حوالي كيلو ونص، قمت عصرة كله بصراحة، قلت ينفعني في الغسيل، وحاطاه في التلاجة من تحت خالص. انا قعدت كده الفرخة مع الحمام، وهسيبهم بقى يتنقعوا نقعة حلوة كده. بصوا، بمرشها الفرخة والحمامة كده، بس اجيبها كده من جوه ومن بره، واديله عبله في شكورة. هنا بقى جيت حطيتها، نبدأ بقى. انا في البداية غسلت كده الفراخ والحمام، وحطيته ايه، يتنقع. وحطيت هنا معلقة سمن كبيرة، معلقة زبدة كبيرة، اللي يعجبك سمنة أو زبدة. حط معلقة زيت برضو. عايزة أقول لكم بحب قوي، طول ما بتكتري الزبدة أو السمن أو الزيت في الحمام بيبقى حلو. أساس الحمام سمنة وفلفل أسود. تمام كده، تمام. أساس الحمام سمنة. اسأله بقى من ما أجرب، ويبقى لي إيه، عمري كده مجربه بقى دي كتير قوي بصراحة بعمله. فمع التجارب يعني وكده، بقيت احط له سمنه كتير وفلفل اسود، بيطلع في منتهى الجمال. تمام كده. هنا حمرت كده، سبت الكبده والاول تتحمر شويه. حطيت بقى ايه، معلقه فلفل اسود كده كبيره، معلقتين. ما تستخسريش كتري، محدش واخد منها حاجه، اهم حاجه ناكل اللقمه حلوه. حطيت بقى معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، نص معلقه حبهان،
ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بهارات، 7 بهارات. انا اللي عايزه اقول لكم البهارات دي والله كانت جايه لي من صاحبتي من اليمن، حلوه جدا، مش عارفه بيعملوها ازاي، مش عارفه 20 نوع بهار ده على بعض، انا مش عارفه، بس يعني نص ربع معلقه بتخليها في حته تانية بصراحه البهارات. حطيت بقى انا ايه، مكعب كده من الماجي، بيدي الرز طعم تحفه. صدقوني جربوها الطريقة دي، مش هاعمل يعني حاجة وحشة، لو وحشة مش هاعملها يعني، جربتها لو وحشة مش هاعملها تاني. فالطريقة دي بجد حلوة ممتازة. غسلت بقى هنا الرز. بصوا ال4 حمامات بياخدوا 400 جرام رز. الحمامة بتاخد 100 جرام رز. ال4 حمامات 400 جرام رز. أنا بعملها كده عشان أنا بملى الحمامة من بره ومن جوه، هتشوفوني دلوقتي وأنا بعملها. تمام تمام. يبقى 4 حمامات 400 جرام رز. شوفي بقى حسب ما انتي حابة كام حمامة، 3 4 5 6 7 8 9 10 كده، كل ما تزيدي زودي 100 جرام. وهنا بقى عايزة اقول لكم ان انا كنت هنسى البصلة. بصوا جبت فلفل اسود تاني، ما بسكتش، ده انا هحط فلفل اسود تالت هتشوفوا دلوقتي. عايزة اقول لكم بيدي طعم جميل جدا. بصوا بقى انا هنا نسيت البصلة. لا، ما يخشش انا عليا الكلام ده، انا هحطك على الرز. انا كنت حمرتها، بحمرها الاول كده بديها تحميره لون عشان تغمق لي الرز، وبحط عليها كبده اونس. هنا شوفوا فلتت مني بجد، الحته دي فلتت. فهحط كده زي ما بس انا مغطيه البوتاجاز عشان ما يطرطش بقى والكلام ده، فقلت خليني الجنب اليمين ده يكون نضيف واشتغل في الجنب الشمال. تمام. ربنا يا رب يجعلنا من اهل اليمين دايما، اللهم امين. يلا بقى بصوا، قلت لا، مش هسكت، انا بعشق البصل في الاكل. قمت جايبه البصلايه، عايزه اقول لكم هتشوفوا الرز هيطلع حلو والبصل مستوي وبجد تحفه تحفه تحفه. خلاص كده هقلب بقى البصلايه. هنا كان الرز اتشرب بس برضو حطيت البصل. تمام كده تمام. هسيبه بقى كده، انا مش هسويه سوا كامل، انا هسويه آه بنسبه بنسبه 60%. حلو الكلام حلو الكلام. جبت هنا بصلايه كده مخرطه صغننه قوي، حطيت عليها معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح. انا هنا الملوخيه قطفتها وسبتها ايه تتنقع في ميه كده كذا مره. مسكت بقى الحمامه بالبصلايه والفلفل الاسود والملح، عبال ما الرز يستوي، عبال ما الف حوالين نفسي تكون ايه شربت من التتبيله شويه. ممكن عادي خالص تعملي الخطوه اللي انا بعملها دلوقتي دي من بالليل، بتديها طعم حلو، والحمامه من جوه واللحم وكده بيتبل بيبقى جميل. شايفين عملت ايه؟ حطيت كده شوية ملح، شوية فلفل اسود. بصوا مقطوعة مقطوعة، بس انا هحلها دلوقتي، هعمل حل ليها. بصوا بصلاية صغيرة جدا، وظبطي بقى كده الدنيا. عايزة اقول لكم بيديها طعم جميل. بصوا هركنها بقى على جنب وهشوف بقى اعمل ايه تاني. خلاص كده الرز كان استوى. مش استوى 60% سوا، مش عايزاه مستوي ليه بقى؟ علشان لما تحطيه ني، انا مش عارفه، ما جربتوش بصراحه ني. ان انا يعني اعمل الخلطه دي واحط الرز فيها ني، ما جربتوش بامانه يعني. آه فانا جربته بالطريقه دي بنسبه 60% بجد بيطلع ممتاز. صدقوني، مش يعني مش هكدب عليكم في اي حاجه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين انا بعمل الاكل البيتي. فطبعا لو الرز طلع ني او الرز طلع معجن فانا اللي هاكله. فانا طبعا بقول لكم كل حاجه بما يرضي الله، عشان طبعا الحاجه بتتكلف جدا ومصاريف ورز. فلو طلعت نية بصراحة الواحد هيزعل ويندم على النص كيلو رز اللي حطه دوت ب20 جنيه، والحمام هيبوظ والكلام ده. فلما بعمل أكل والله بعمله الحمد لله بضمير. وبقول لكم لو في حاجة حادقة بقول لكم حادق، لو مش عارفة ايه، لو سقطة الملوخية هقول لكم سقطة، ما يعني ايه، مش بتحرج او اتكسف من الكلام ده خالص. بصوا بقى، برضو حاجة حلوة قوي هقولها لكم. انا سبت الرز برد. بصوا حتى انتوا تشوفوا مفيش بخار ولا حاجة، سبته برد. ليه بقى؟ لما بعمل الرز يكون سخن بيقطع جلد الحمام. بجد دي تكات واسرار حلوه قوي بجد، يعني جربوها. لازم احط على اسيب الرز يبرد تماما، يبرد. بصوا حطيت حبه زيت وحطيت فلفل اسود، مش هسيبه في حاله واحط فلفل اسود في الشرب. بس طلع طعمه تحفه. بس لو في اطفال هتاكل معاكم ما تكترش قوي الفلفل الاسود. لازم
الرز يكون بارد تماما. ليه بقى؟ اما بتيجي بقى الجلد بتاع الحمام طري جدا، يعني بصوا شفاف جدا يعني خفيف، فلازم يكون بارد. ليه بقى؟ لو سخن بيطرقع الجلد وانت بتحشي. انا جربت قبل كده، جربت وكنتش مكتشفة ان الحمام الجلد بيتقطع عليه وانا بحشيه. فاكتشفت ان السخونية مع انا بقى بفرك كده بايدي فيها واجيب يمين واجيب شمال، فاكتشفت. فبعد كده بقيت ابرده زي ما انتم شايفين زي الفل، ما فيش اي حاجة. بصوا بقى، حشيت بطن الحمامة ومن جوه ومن زورها خليتها زي الفل. ومسكت كده الرجول، فدخلتها كده لفيتها كده في الحمامة وخلاص. حطيت هنا بقى شوية فلفل اسود، شوية ملح، بصلاية، طماطماية، وهنزل بالحمام. المية غليت كويس جدا، روح نازلة بالحمام زي ما انتوا شايفين كده. عسل بجد. بصوا هنا بقى عملت لها عملية تجميل. دكتورة مش بقول لكم. جبت السلاكة كده وابتديت ايه الفها كده واقفلها. انا مش عارفة هتطلع ولا لا، هنشوف دلوقتي مع بعض كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقص بقى شوية مية عشان المية طلعت كتير. أنا قصدي إن أنا أكتر المية علشان أنا عايزة شوربة للملوخية، وعايزين شوربة نشربها كده لما في رز مثلا بيطلع من الحمام. أنا المرة دي حاشة رز كتير، إن إحنا عايزين شوربة برز بالحمام. معايا انتوا. خلاص كده حطيت كده معلقة كبشتين من شوربة الحمام. بعد خلص الحمام فاضله يعني حاجات بسيطة ويستوي. ملوخية بقى بشوربة الحمام حلوة قوي، عظمة بجد. العظمة لله وحده، بس بجد حلوة قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سامحوني بجد لو خرفت بأي كلمة، علشان الساعة 8 الصبح وانا هموت وانام. فقلت امنتج الفيديو وانام. بس كده حطيت كده مكعب من الماجي، رشة ملح صغيرة قوي، وهسيب بقى الملوخية. يعني الملوخية أنا عاملاها في الخلاط، لو عايزة تعمليها على المخرط عادي اعمليها. أنا عملتها هنا على الخلاط وبتطلع بصوا خضرة وتحفة. هتشوفوا دلوقتي كل حاجة. وبقى بصوا مش ساقطة ولا أي حاجة، ما سقطتش ولا الكلام ده كله. خلاص هنشيل بقى الحمام كده من الشوربة علشان خلاص استوى. دي اللي أنا عملت لها عملية قبل ما انزلها تستوي، فخلاص كده بقت زي الفل. الشوربة بقى دي بجد في قلبي من جوه مع الرز. وكلي بقى أحلى رز بشوربة الحمام. هنا كانت السمنة بعافية. ربنا يا رب يجعل بيتكم دايما وبيتي عامر بالخير يا رب. اللهم من هنا كانت السمنة خلصت، فقلت لا دي فيها لحستين 3 في الجنب، ده انا هسيح. سيحت كده السمنة. حطيت بقى تومية كده كبيرة، بنحب التوم زي ما انتوا عارفين. حطيت كده تومية حلوة، وحطيت كزبرة، ومعلقتين سمن كده كبار. خلاص كده الملوخية خلصت والحمام خلص على السوا. مش عارفة الحمام فرق عليه، مش عارفة ولا دي، او مش عارفة طلعت كده ليه ولا استوت زيادة، مش عارفة. جبت بقى هنا حطيت معلقة سمن وحبة زيت، ومسكت الحمامة. جبت صلصة اللي هي العلب. مسكت الحمامة كلها كده غلفتها بالصلصة، وحمرة بقى كده تحمرتين. ياه عظيمة. عايزة اقول لكم ان انا الحمامتين دول بتوعي انا عملت جنبه ملوخية عشان يبقى سهل كده، ان هي الحمامة فيها رز، فقلت اعمل جنبها ملوخية تتاكل كده بالعيش مع الرز، مش محتاجة بقى اي حاجة تانية تقيلة. هما دول كفاية اوي. حمرت بقى الحمامتين بتوعي، والحمامتين اللي تحت دول مش بتوعي، بتوع ابو لولي. قال لي انا مش عايزهم محمرين، مش عارفه ليه، ايه الفكره في كده. بصوا بقى الشوربه، حبه شوربه يرموا العظم، وملوخيه، وبجد اكل عظم. يلا بقى اكتبوا لي كومنت حلو لو وصلت لغايه هنا، اعملي لي لايك منك يا قمر يا عسوله انت وهي. خلاص طبعا مخلي واسيبكم في حفظ الله وفي رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد ينول اعجابكم، واكون عند حسن ظنكم باذن الله. يلا سلام يا احلى اخوات.